السلام عليكم. فيديو النهاردة طريقة عمل البسبوسة. هنعمل بسبوسة في 10 دقايق، أنجح وأسهل طريقة لعمل البسبوسة. في أقل من 10 دقايق هنعمل صينية بسبوسة وإن شاء الله النتيجة تعجبكم. يلا نسمي الله ونبدأ نشوف المقادير. عندي هنا كوبايتين من السكر بالكوبايات العادية اللي هو المج العادي بتاعنا. هنضيف عليهم كوبايتين من المية ونص ليمونة ونقلبهم تقليبة بسيطة بحيث ان السكر يدوب مع المية، وبعدين بقى نروح مولعين عليهم ونسيبهم، يعني نشغل البوتاجاز وما نقلبش خالص ونسيبهم على النار 10 دقايق وبعد كده نطفي عليهم. هنيجي بقى نعمل البسبوسة بتاعتنا. بصوا انا جايبة الاكياس، يعني انا اتعمدت ان حضراتكم تشوفوا الاكياس اللي انا جايباها علشان تعرفوا ان دي البسبوسة الجاهزة اللي هي الاكياس. حطيت كيس من البسبوسة وهضيف عليه نص كيس تاني. المقدار بتاعنا النهاردة بتاع كيس ونص بسبوسة، وانا في الوصف هكتب لحضراتكم المقادير بتاعة كيس بسبوسة بس علشان اللي عايز يعمل كيس واحد. ضفت عليه نص معلقة من البيكنج باودر. البيكنج باودر ده اختياري، ممكن حضرتك ما تحطهوش وهتطلع معاكي ناجحة وجميلة، بس انا بحب احطه بيخليها هشة وطرية. هنقلب تقليبة بسيطة خالص بحيث ان البيكنج باودر يدخل كده مع دقيق البسبوسة بتاعنا. عندي بقى كمية من السمنة دي انا سيحتها بس سبتها بردت، يعني بعد لازم تبقى باردة السمنة بتاعتنا، لازم تبقى باردة، ما ينفعش نحطها سخنة. هنحط كمية السمنة. الكيس البسبوسة بياخد 3 معالق كبار من السمنة، يعني 3 معالق كبار مليانين من السمنة قبل ما نسيحها. وبعد كده بقى بنضيف، انا حطيت هنا حوالي 5 معالق من المعلقة العادية اللي احنا بنستعملها في المطبخ. انا حطيت 5 معالق من السمنة علشان ده كيس ونص، لكن انا لو هعمل كيس واحد هحط 3 معالق من المعلقة العادية يكونوا مليانين، وبعد كده بقى اسيحهم واسيبهم يبردوا واضيفهم على البسبوسة واقلب كويس. من عوامل نجاح البسبوسة تقليب البسبوسة كويس مع السمنة، ده بيخليها ناجحة معانا وما بتنشفش وبتطلع حلوة جدا. اخر مكون بقى هنضيفه على البسبوسة اللي هو الزبادي. دي علبة من الزبادي، هقلبها كويس كده مع البسبوسة والسمنة. هنقلب تقليبة بسيطة لان البسبوسة من انواع المخبزات المعجنات اللي ما ينفعش نقلبها كتير علشان ما يطلع لهاش عرق وتبقى مش حلوة معانا في الخبيز. هنقلب تقليبة بسيطة، اول ما يختفي معانا الزبادي نبقى نوقف تقليب. ما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل اشعار. هقلبت انا خلاص كده مش هقلب تاني، خلاص كده بقت عندي البسبوسة جاهزة. عندي بقى صينية، الصينية بتاعتي دي صينية حوالي المقاس بتاعها 48. هدهنها كويس دهنة كويسة برضو من اسباب ان البسبوسة بتلزق معاكم، لان مش بتكتروا مادة دهنية. لازم تكتري في قاع الصينية مادة دهنية بحيث ان البسبوسة تشرب المادة دي وما تلزقش معاكي لما تيجي تقطعيها. انا هدهن الصينية دهنة كويسة من السمنة. بعد كده بقى نحط الخليط بتاعنا كله وهحاول اسويه كده بالمعلقة بحيث انه يطلع كله سمك واحد، يعني بحيث ان صينية البسبوسة بتاعتي تطلع كلها سمك واحد وما يبقاش فيها حتة رفيعة وحتة تخينة. بصوا بالشكل ده. هنجيب بقى اي نوع مكسرات عندكم وهنبتدي بقى نزين زي ما حضراتكم عايزين بأي طريقة، وممكن تعمليها من غير اي نوع مكسرات، بتطلع جميلة جدا وبيطلع طعمها حلو جدا. هتزينيها حسب ما حضرتك عايزة. انا شغلت الفرن بتاعتي على درجة حرارة هادية. درجة الحرارة الهادية بتخلي البسبوسة تطلع معانا جميلة. هنشغل من فوق بقى من تحت بس، وبعد كده بعد ما الحروف بتاعتها تحمر نرجع بقى نشغل عليها الشواية. قعدت معايا قد ايه في الفرن؟ قعدت معايا 15 دقيقة بالظبط. بصوا عندي هي طلعتها من الفرن سخنة والعسل بتاعي او الشربات سخن، وهسقيها يعني هبتدي اضيف الشربات بتاعي او السيرب يعني شوية شوية، مش هنضيفه كله مرة واحدة. وبعد ما نضيفه كله خلاص نروح مغطيينها. ده برضو من سر من اسرار البسبوسة، تغطيها وتسيبيها تشرب السيرب بتاعها كله وبعد كده ترجع بقى بالشكل ده. بصوا هي شربت السيرب اللي احنا حطيناه
وطريت وبقت جميلة جدا. حاجة كده بصوا ملهاش حل. هتجربوها وان شاء الله هتعجبكم. فعلا دي ابسط واسهل وانجح طريقة للبسبوسة. يعني البسبوسة فعلا ما بتاخدش معاكي 10 دقايق. يا دوب بتعمليها بتجهزيها وتدخليها الفرن، بتاخد بالظبط في الفرن 15 دقيقة. والسيرب بتاعها او الشربات بتاعها بيقعد بالظبط 10 دقايق على البوتاجاز، يعني 10 دقايق. وتطفي عليه وتضيفي له بقى الفانيليا بتاعته. ولازم يبقى سخن، يعني لازم لما تيجي تحطي الشربات بتاع البسبوسة لازم يبقى سخن. لسه منزلاه على طول من حلا من على البوتاجاز، وتروحي مفضيه على البسبوسة على طول. ما ينفعش تسيبيه يبرد عشان يديكي نتيجة حلوة وجميلة. بصوا البسبوسة عاملة ازاي، طرية وجميلة ومن جوه مرملة وحلوة جدا. وان شاء الله لما تجربوا الطريقة دي هتعجبكم. اسهل واجمل بسبوسة ممكن تعملوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.